السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعه لكم بقى النهارده بفيديو بسيط. هندمس حبه فول كده مع بعض، وهنعمل كده فطار كده لذيذ، ما فيهوش افتكاسات وما فيهوش اي حاجه. عندي هنا نص كيلو فول، بس الفول الحبه الفاتحه مش الغامقه. ماشي. ورحت حاطه عليه ميه مغليه، لازم ميه مغليه، ولازم الفول يتنقع على الاقل ليله كامله. انا بصراحه ما نقعتوش ليله كامله، نقعته حوالي بتاع 10 ساعات علشان كنت مستعجله عليه. بس البقوليات عادة كل الدكاترة بتقول انه لازم يتنقع، وانا من قبل ما اسمع كده بنقع الفول. وعندي نص كوباية فول مدشوش، وربع كوباية عدس. تمام، بس مش بنقعهم، ما نقعتهمش بصراحة. هنا الفول بعد ما اتنقع حوالي 10 ساعات كده، اتنقع معايا ولازم يتنقع. حابة بقى تعمليه على طول كده، بس هياخد وقت طويل قوي 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 على النار. جبت حلة وحطيت فيها الفول بتاعي، وبالمناسبة هو عملته في حلة، ما عملتوش في فوالة. ونزلت عليه بالفول المدشوش والعدس والمية. دي مية من الحنفية عادية خالص، وانا حبيت اعمله في حلة. انا عندي فوالة، بس انا حبيت اعمله لكم في حلة عشان اللي ما عندوش هيطلع زي الفل. حطيت بقى طماطمية وليمونة. فايدة الليمونة دي ايه بقى؟ ان هي بتلم اي شوائب واي حاجة في الفول، وما بتخليش الفول يسود او لونه يغير. رحت بقى حطاه على البوتاجاز على نار عالية خالص لحد ما ابتدى يغلى معايا. ابتدى يغلى معايا كده. وبعد كده اول ما يغلي نروح مهديين النار خالص زي الشمعة بالظبط بالظبط كده. ونروح مغطينه. اهم حاجة نهدي النار عليه وتسيبيه بقى. انا بالمناسبة عملته ونمت. هنا بقى بعد ما استوى، شايفين شكله عامل ازاي؟ يعني انا سبته حوالي بتاع 10 ساعات على النار او 7 ساعات. حابة بقى انت عايزاه لونه زي اللي بنجيبه من بره، تمام. طيب هتعملي ايه؟ هتحطي معلقة كركم صغيرة ومعلقة بابريكا. ليه الاتنين مع بعض؟ عشان البابريكا بتطفي لون الكركم شوية، مش تخليهوش اصفر جدا. ده اللي احنا بنجيبه من بره، بس احنا مش بنحب بصراحة الكركم يعني على الفول. حب بس مش بيأثر في طعمه. يعني انت لو حابة ان انت تعملي حطي كركم وبابريكا، هيديكي اللون اللي انت بتجيبيه من بره بالظبط. وعندي هنا خرطت بطاطس، وحطيت ميه متلجه من التلاجة. لو عندك كمان تلج حطي فيها، هيساعدها ان هي تطلع مقرمشه. وهنا عندي بقى جبت طبق حته جبنه قديمه، وحطيت عليها عندي مش عاملاه اللي هو المش السريع، هبقى انزل لكم طريقته. وقطعت طماطمايه وقرن فلفل وشويه طحينه وحبه زيت. الفطار عادي اللي احنا كلنا بنعمله في بيوتنا، مفيهوش اي افتكاسه يعني. هو كده كده يعني طريقه تدميس الفول خلاص عدت. لو انتي مش حابة تكملي الفيديو خلاص مش مشكلة، حابة بقى هتنوروني. هنا بعد ما خلصت الجبنة، جيت بقى في الحلة. انا بقلي في حلة عادة بتحمي البوتاجاز جدا من الطرطشة بتاعة الزيت. وكمان ودي حلة ستانلس، وكمان ايه، بتنضف برضو بسرعة. جبت حلة بقى وحطيت فيها حبة زيت، وقلينا بقى البتنجان بتاعنا. قلنا بقى ندلع بقى البيت كله بقى النهاردة، فطرهم. قالنا بقى البتنجان بتاعنا. بالمناسبة برضو وانتي برضو في السوق بتجيبي طلبات بيتك، وبيكتري بقى من البتنجان كده كده بنجيب بطاطس وقوطة والحاجات دي، بس كتري بقى من البتنجان، الفلفل الرومي، الحاجات اللي ممكن اكلات سريعة كده ممكن تعمليها. على فكرة ده ما يمشيش فطار، كمان يمشي غدا، يمشي عشاء، يمشي اي حاجة في الايام اللي احنا فيها دي. البطاطس اللي حطيناها في مية ساقعة متلجة كده، وحطيتها برضو في التلاجة. طلعتها من التلاجة على الزيت على طول، على زيت سخن. هنا نقلت البطاطس على العين التانية، وجبت بقى حبة فول من اللي احنا عاملينهم. حطيت معلقة سمنة، شوية كمون، حبة ملح، عصير ليمونة.
بس شايفين لونه هنا عامل ازاي؟ والله ما كان محتاج كركم ولا كاري ولا اي حاجه. بس اللي عايز بقى يعني اللي بيجيبه من بره يحط عادي معلقه صغيره من دي ومعلقه صغيره من دي على نص كيلو، لازم الاتنين مع بعض عشان يطفوا لون بعض ويديك اللون بتاع بره. هنا خلصت الفول بعد ما حيقته وشفتوا كان لونه عامل ازاي، كان تحفه وكان طعمه تحفه والله. كملنا بقى البطاطس بتاعتنا. وبالمناسبه بقى وهي داخله على سوا هدي النار، لو انت عايزه بقى المقرمشه وتطلع كلها، عفوا، وتطلع كلها مقرمشه كده مع بعض وما تطراش مع الوقت، وهي داخله على سوا تروحي مهديه النار. هنا حطيت بقى كام قرن فلفل وغطيت طبعا عشان الطرطشه. وادي الفطار بتاعنا. عندي هنا توابل جايباها من عند العطار، كيس توابل بطاطس حطيت منها، وحطيت بقى دقه على البتنجان، الدقه توم وفلفل زي ما بنعملها كلنا. هنا بقى البطاطس والبتنجان بالدقه والفلفل، وعندي بقى الجبنه، واحلى فطار يستاهل بقك والله العظيم. ودي طبق الفول الجميل بتاعنا، واكله كده مصريه ما فيهاش افتكاسات. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك.